أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن فيلم مقتبس عن قصة حقيقية. قصة فيلمنا بتتكلم عن بطل الملاكمة العالمي جورج فورمان اللي قدر يتحول من شخص عدائي لشخص متسامح وغير فكرة اللاعبين عن الملاكمة. تعالوا نشوف قصة فيلمنا النهاردة. بيبدأ الفيلم مع وصول عائلة فورمان للمدينة، وبيكون حالتهم المادية صعبة والأم بتشتغل في وظيفة عائدها قليل. وتاني يوم بنشوف فورمان رايح المدرسة وبيكون حجمه ضخم بالمقارنة مع الطلاب الباقيين، والكل بيبقى مستغرب شكله. ولما المدرسة بتسأل سؤال وبيرفع فورمان ايده، بتبص المدرسة لهدومه بنظرة استحقار وبتخلي واحد تاني يجاوب على الأسئلة. وفي وقت الفسحة بيقعد صاحبنا المفروض انه وقت الغداء لكنه مش بيكون معاه أكل، فبيتريق الأطفال عليه وبيعايروه بفقره، خصوصا الولد ده لما بيفضل يتريق عليه فورمان بيجيب آخره معاه، وهوب بيقوم مديله بوكس محترم. وبيفضل صاحبنا يجري وهو متضايق لانه منبوذ وسط الناس بسبب فقره وشكله وجسمه، وده بقى يا سيدي بيكون عامل اساسي في تكوين شخصيته. صاحبنا بيكبر وشكله بيتغير، وفي مره بيكون ماشي مع صاحبه في الشارع وطالعين من البار وبيشوفوا واحد ماشي قدامهم وشكله ضاربها ويسكي ومش في وعيه، ولما بيثبتوه عشان يسرقوا محفظته بيتفاجئوا انه شرطي وبيطلعوا يجروا، لكن الشرطي بيكون مراقبه من فتره ومبلغ عنهم، فبتوصل العربيات وبتمشي وراهم، وصاحب فورمان بينجح يهرب بعيد عن العربيه. اما فورمان بينزل تحت بيت وبيقعد جنب مجاري الصرف، والشرطي بيوصل وبيكون معاه، فبسرعه بيشيل فورمان ميه الصرف ويحطها عليه بطريقه بشعه عشان الكلب ما يشمش ريحته، وبالفعل ميه الصرف بتنجح وبيمشي الكلب والشرطه، وصاحبنا بيخرج عشان يروح وريحته بتبقى وحشه، والناس اللي ماشيين في الشارع بيتريقوا عليه، لحد ما بيوصل قدام محل بيشوف في التلفزيون اعلان عن معهد بدون فلوس بيوفر شغل وتعليم واكل ومكان للراحه في مقابل انهم يشتغلوا بعد كده لصالحه، فبيعجب صاحبنا بيه وبيقرر يروح، والاول مره هيجبر نفسه على التعليم، فبيروح يقول لوالدته اللي بتوافق على طول، وبتقول له ما يرجعش الا لما يكتشف نفسه ويحقق هدفه اللي لسه ما يعرفهوش. وبعدين بنشوف صاحبنا وهو في المعهد بيستلم اللبس بتاعه وبيروح على الاوضه اللي بيقعد فيها، ولما بيفتح الشنطه بيلاقي فيه جواب لطيف من والدته بتقول له فيه يهتم بنفسه وما يرجعش الا لما يحصل على وظيفه، وبتديله كوتش هديه، وبيقعد صاحبنا فرحان جدا بيه. وتاني يوم لما بيفتح الشنطه مش بيلاقيه وبيكون متضايق جدا، وفي وقت الغدا بيشوف واحد قاعد بيه على السفره وبيتعصب صاحبنا وبيقوم يجري وراه لحد ما بيوصل الشاب للاوضه وبيقفل على نفسه، لكن فورمان بيكسر الباب وبيدخل، فبيمسكه من قفاه ويخرج راسه من الشباك وبيهدده انه هيوقعه، وبالرغم ان الشاب بيعتذر له الا ان فورمان بيفضل يضربه لحد ما بيجي دوك المسؤول وبيطلب منه يطلق سراحه، وبيقول له انه كده لازم يطرده من المعهد، وبياخده يقعد معاه في العربيه، وبيترجاه فورمان يديله فرصه تانيه وبيقول له انه ملهوش مكان تاني، فبيتعاطف دوك معاه وبيرجعه للمعهد، وفي الطريق بيقترح عليه يلعب ملاكمه وهو اللي هيدربه لان الغضب اللي جواه ده مش هيطلع الا بالرياضه، فبيوافق صاحبنا وبيكون فرحان لانه هيتعلم مهاره جديده في حياته. ولما بيدخل التدريب من اولها كده خصمه اللي هيتدرب معاه فبيقول له جمله عاديه انه هيتعامل معاه في الاول بالراحه، وصاحبنا بيفكره بيتريق عليه فبيضربه، وبنعرف ان فورمان من النوع اللي بيستسلم لغضبه، فبيقول له دوك ان كلامه عادي. ولما بتبدا المصارعه بيكون فورمان كل همه الهجوم ومش بيكون عارف قواعد اللعبه، فبيخسر فيها وبيكون متضايق جدا لانه خسر، وبيمشي وبيضرب الساند باك لدرجه انه بيوقعها، والكل بيستغرب من قوته. ولما بيروح دوك يتكلم معاه بيقول لفورمان انه مش هيستحمل هزيمه تانيه ومش هيكمل، فبيقول له دوك ان اللعبه ليها قواعد ولازم يتعلمها ويصبر عليها في الاول، ومع الوقت هيبقى احسن من خصمه اللي دخل معاه. وبيهدى صاحبنا وبيكمل تمارين وبيبدا يستجيب ويسمع كلام دوك، وبيدخل تاني في مباراه مع الشاب اللي دخل معاه اول مره وبيفوز عليه، وبنشوفه وهو ماسك مجله لاحد المشاهير في مجال الملاكمه، وبيروح لدوك وبيقول له انه عاوز يمشي في نفس الطريق اللي الملاكم المشهور جو وصل له، فبيقول له دوك انهم لازم يشاركوا في الاولمبيات الاول وياخدوا شويه بطولات علشان يتاهلوا لبطوله العالم، وبيقول له انه لسه اول مباراه في الصيف الجاي، وفي الفتره دي بيكمل صاحبنا التمارين ويستعد كويس، وفي الصيف اخيرا بيدخل في المباراه الاولى وبيفوز فيها، وفي المحطه بيشوف واحده واقفه لوحدها بتقرا المجله اللي بتتكلم عن فوزه وبيعجب بيها وبيروح يكلمها وبتاخد رقمه، وبعدين بنشوفه وهو ماشي مع دوك وبيوديه على مكان التدريب القديم بتاعه، وبيعرفه على ارشي بطل العالم السابق في الوزن الخفيف، وبيقول له انه هو اللي هيتولى تدريبه معاه عشان يعلمه التريكات. وبيبدا صاحبنا يدخل مباراه بعد مباراه وبطوله بعد بطوله وبيفوز فيها، غير انه بيتجوز البنت اللي قابلها في المحطه، وبنشوفه وهو داخل مباراه مهمه مره مع ملاكم مشهور وبيفوز دايما، وبيحذره دوك انه لازم ياخد باله لانه
لانه مش بيلعب قدام اي حد. ولما بتبدا المباراه صاحبنا بيكون فاقد تركيزه في الاول وبيتمكن فريزر منه في الاول، لكن بعدها بينجح فورمان في ضربه ضرب مبرح، واخيرا بيوقع خصمه فريزر وبيفوز. بعدها بيعمل حفله للاحتفال بنصره وبيقول لصديقه ديس انه هيمسك منصب مدير امواله، رغم انه كان عارف ان ديس خمرجي بيثق فيه. وهنشوف بعدين ازاي ديس هيكون سبب كبير لخسارته. وبنعرف ان المباراه الجايه هتكون بطوله العالم بينه وبين المشهور محمد علي، وبالصدفه بيشوف فورمان وهو طالع في مقابله على التلفزيون وبيقلل من قدراته، لدرجه انه بيقول له انه مجهز لكمه جديده ما جربهاش قبل كده ومسميها جيتو وابر، وبيقول له ان اللكمه دي اللي استخدمها لاول مره كان في حي يهودي. وبيكمل وبيوصف اللكمه وبيقول انها لكمه مميزه وبتخرج من العدم، وبيكون قصده يلقح الكلام على فورمان ويقلل منه. وصاحبنا بيكون واقف على اعصابه وبيتمنى لو كان قدامه عشان يعرفه حدوده. وبعدها بيكون عازم عيلته على الغداء وبيعرفهم على مراته وبنته، وبيعرف فورمان ان اخته ماري هتجيب بيبي جديد فبيبارك لها. وساعتها التليفون بيرن ومراته تقوم ترد عليه، وبتعرف مراته ان فورمان بيخونها، ولما بتعاتبه بيقول لها انه ما عندهوش وقت للعتاب، وهي كانت اول مره يعملها. فلما بتساله كانوا كام اللي خانهم معاها ما بيردش عليها، وبتقرر تقطع علاقتها بيه. ولما بيوصل فورمان للمدينه اللي الملاكمه هتتعمل فيها بيشوف محمد علي وهو واقف وسط الناس بيتريق عليه تاني. واول لما محمد بيبص وراه بيلاقيه قدامه فبيتخض، لكن بدون مبالاه بيقعد على الكرسي. وبنعرف ان الناس مطلقين عليه لقب المهرج، وبيكون صاحبنا كاتم غيظه بالعافيه. فلما بيقرب من علي بيفهم انه بيتعصب بسرعه، وبيكون علي شاطر جدا وواعي بالطريقه اللي يقدر يستخدم بها عقله عشان يلعب بضحيته، فبيستغل نقطه ضعف فورمان عشان يتغلب عليه. وتاني يوم في المباراه بيستعد فورمان وبيسمع اغلبيه الجمهور بيشجع علي، وبتبدا المباراه. الراوند الاول بيقدر صاحبنا فورمان يحاصر علي في احبال الحلبه، وبيكون علي قاصد انه يستسلم لضرباته. وفي الراوند الثاني برضه بيبدا علي يدافع عن نفسه شويه، لكن بيركن عند الاحبال والمدرب بتاعه بيفضل ينادي عليه عشان يبعد عنها، لكن علي بيصمم يفضل جنبها عشان يحمي جسمه من غضب فورمان. وبنعرف يا سيدي ان دي نقطه قوه علي بيستخدمها عشان يبين لخصمه انه ضعيف ويخليه يطلع كل قوته ومجهوده، وبعد كده لما يتعب يستفرد هو فيه. وهفكركم بمقولته الشهيره: راوغ كالفراشه ثم الدغ كالنحله. وبيفضل علي ل8 راوندات على كده لحد ما خلاص فورمان قوته بتنهار ومش بيبقى في وعيه ومستسلم لغضبه، وعمال يضرب علي لحد ما قوته حرفيا بتنهار. واخيرا بيعرف دوك خطه علي الشيطانيه وبيتاكد ان صاحبنا هيخسر، واخيرا بيستغل علي الفرصه وبيقوم عليه وبكل قوته ينزل ضرب فيه لحد ما بينهار صاحبنا على الارض وبيستسلم. وكل الحاضرين بيكونوا مستغربين ازاي فورمان اللي قطع كل الطريق ده في الفوز يخسر في مباراه كان سهل يفوز فيها لو ما استسلمش لغضبه. وبيروح صاحبنا يقعد مع والدته في العربيه وبيحكي لها انه خسر بسبب انه كان بيستخدم قوته بس، وكل هدفه ينتقم من اللي قدامه. ودلوقتي اكتشف انه لازم يعتمد على عقله، وبيقرر صاحبنا ينضم لجوله تانيه بس مع ملاكمين تانيين، والمره دي هيستخدم عقله، وبيكون محمد علي هو اللي هيعلق على المباراه. وكعاده صاحبنا بيفوز، لكن علي بيفضل يستفزه طول الوقت ويفكره بالمباراه. واخر ما بيزهق فورمان يقول له يديله فرصه تانيه، وبيكون صاحبنا هيقلع البدله ويطلع، لكن بيقف لما بيعرف ان فورمان بيحاول يستفزه مش اكتر، وهو لسه ما اتغيرش وغضبه هو اللي بيحركه. فبيتراجع علي وبيقول له كفايه اني هزمتك مره واحده. وبعدها بيعرف فورمان ان اخته ماري في العمليات بتولد وحصل مشاكل معاها، وبسرعه بيروح لها وبيعرف ان مفيش حل قدامهم غير الدعاء، وبيروح يقعد في مكان لوحده ويفضل يدعي. وبعدها بيصحى على صوت والدته بتقول له ان ماري وطفلها كويسين، واول لما بيشوفها فورمان بيفرح جدا لان ربه استجاب لدعواته. تعال افهمك حاجه، فورمان ديانته كانت المسيحية، وكان أول مرة في حياته يصلي ويدعي، فعشان كده لما بيلاقي ماري خفت هيحصل تغيير جذري في حياته، لدرجة إن التغيير ده هيخليه يسيب الملاكمة ويتجه للوعظ في الكنيسة. وبنرجع تاني لفورمان، بيكون في بعض المباريات المجبور إنه يشارك فيها، لكنه في نص المباراة كان بيفقد قوته وبينهار حرفيا، وبيكون في صراع داخلي مع نفسه، فبيتهزم وبينسحب وبيرجع لأوضة الاستراحة وبيكون في حالة غير طبيعية ومش لاقي نفسه، لدرجة إنه بيسمع أصوات حواليه وهوب بيقع على الأرض ونبضه بيقف، وبيحاول صحابه يفوقوه. في الوقت ده بيكون صاحبنا بيحلم انه بيقاوم بين الحياه والموت، وبيصحى صاحبنا اخيرا وبيكون فرحان ان رجع لربه تاني، وبيكون عاوز يستحمى لكنه بيكون عرقان
تعبان وبيحاول اصحابه يمنعوه عشان ما يحصلوش صدمه، لكنهم مش بيقدروا عليه. وبيروح فورمان وبيتقمص شخصيه جديده وهي شخصيه الواعظ او القس، وبيروح يتعمد وبيلقي كلمه في الكنيسه وبيرحب بيه كل الموجودين، وخصوصا والدته اللي بتكون فرحانه بالتغيير اللي حصل له وانه ساب الملاكمه. وبيقرر صاحبنا يشتغل باقي حياته في الكنيسه، وبيرفض يكمل في الملاكمه مع دوك اللي بيكون معترض على رغبته في ترك الملاكمه بشده بعد كل اللي وصل له، لدرجه انه بيقطع علاقته معاه. وصاحبنا بقى بينطلق وبيروح يشوف ولاده ومراته اللي طلقها ومش راضيه ترجع له، ورغم انه كان بيحاول يخليها ترجع له وبيتكلم معاها باسلوب لطيف لكنها بترفض. بيروح فورمان لعلي البيت وبيشكره على هزيمته وبيقول له انه لو ما كانش هزمه ما كانش هيعرف لذه الخساره ويلاقي نفسه، ويعرف نقطه ضعفه هي الغضب ويتغلب عليها. وكمان كان بعيد عنه الهدف اللي بيلعب الملاكمه عشانه. وهنا بيفكرني فورمان بجمله لطيفه جدا وهي If you never fail you never learn. نرجع لأحداث فيلمنا. صاحبنا بعدها بيتعرف على ماري جوان اللي كانت قاعدة في اليوم اللي كان بيلقي فيه كلمة في الكنيسة، ومعجبة بتغيره المفاجئ، وبياخدها ويعزمها على العشاء ويتعرف عليها أكتر. وبعدها بياخدها وبيروح عند الكنيسة وبيقول لها إنه قرر يشتريها ويشتغل واعظ فيها، وبتشجعه ماري جوان وبتكون جنبه في كل خطوة في حياته. وبعدها بتتغير حياة فورمان بعيد عن الملاكمة وبيجيب أطفال من جوان. وفي أحد الأيام في جدة بتجيب حفيدها لفورمان وبتقول له إن أفضل حد هيديله نصيحة بخصوص لعبة الملاكمة، لأنه بيدخل خناقات كتير ومشاكل مع أولاد الحي. فبيقول لها فورمان إن كل اللي قادر يساعده فيه موجود في قلب الكتاب، وإنه لازم يقرب من ربه. وبيكون صاحبنا ما بصش للجانب العدواني في الشاب اللي ممكن يستغل رياضة الملاكمة البسيطة فيه. وهنا قلت رياضة الملاكمة البسيطة اللي ما تأذيش الإنسان وتسبب له أضرار نفسية بعيدة المدى زي اللي حصلت لصاحبنا فورمان، لأنه ما كانش محدد الهدف من دخوله مجال المصارعة. نرجع لأحداث فيلمنا. بعدها بيشوف فورمان خبر على التلفزيون إن الشاب ده دخل السجن، فبيتضايق صاحبنا وبيتمنى لو كان واقف بس يفكر شوية قبل ما ينصحه. فبيقرر فورمان يفتح مركز شباب علشان يخلي الشباب في المنطقة بتاعته يطلعوا طاقتهم فيه وبطريقة صحيحة. وفي يوم من الأيام بيقعد فورمان مع المحامي وبيعرف إن آخر استثمار دخل فيه مدير أعماله ديس الخمرجي خسره كل الأسهم بتاعته وكل فلوسه، فبيكون متضايق جدا وبيدور عليه وعاوز ينتقم منه، لكنه بيكتشف إنه أخطأ أصلا لما وثق فيه في الأول رغم معرفته بإنه خمرجي. ولما بيشوفه في البار بسرعة بيجري وراه ويجيبه من قفاه وبيمسكه من رقبته، لكن أخيرا صاحبنا بينجح ويتحكم في غضبه وبيسيبه، وبيفضل يحاول يجمع المبلغ اللي هيسدد بيه قروضه، وبيشارك في أي إعلانات للشركات لكن فلوسها مش بتسد ديونه. فبيقرر صاحبنا وهو في عمر ال 45 يرجع للملاكمة اللي بتكون مكافآتها كفاية يسدد بيها ديونه. وبيرجع لدوك اللي بيكون فرحان جدا إنه هيرجع تاني للملاكمة، وبيفضل صاحبنا يتدرب عشان يوصل لوزن الملاكمة. وأخيرا في المباراة وعلى الحلبة بنشوفه مع زوسكي اللاعب المشهور، والمرة دي فورمان بيستخدم عقله في الملاكمة، ورغم ان الجمهور بيكون بيشجعه على انه يديله الضربة القاضية ويفوز، لكن فورمان بيصمم انه يكمل المباراة وهو بيستخدم عقله وقوته. واخيرا بيستسلم زوسكي وبيفوز صاحبنا اسمه بيتنشر في كل المجلات من تاني تحت عنوان اول ملاكم وزن تقيل يدخل في مباراة وعمره 45 سنة ويفوز ويحقق الارقام القياسية. وبينجح صاحبنا في تسديد ديونه، وكمان بيقرر يكمل ملاكمة ويعلمها كمان للشباب بس بالطريقة الصحيحة. واخيرا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية وسلام.